لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. ورزان خوش حالم لواني 1416 لواني كاين تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتان بس رزامندي رب العالمين وهيوادان إيوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. بەڵێ خۆشەویستان هەر لە سیاقی و ئاتانێکە رب العالمین باز لە بدایەت خەڵقی بابمان ئادەم دەکا عەلەیهی سەڵات وەسەلام، اینجا فەرمانکردنی بە مەلائیکەت کە سوزدەی ڕێزلێنان لە بۆ ئادەم ببەن، هەمووی سوزدەیان بەر تەنها ئیبلیس نەبی، لەبەرەوەی خۆی پێگەورەتر بوو، لەبەرەوەی بەعتیبار ئەو لە ئاگر دروست کرا، ئادەمیش لە خۆڵ ئاگر بەڕێزترە یاخود ئاگر باشترە لە خۆڵ. ئیتر ئەو قیاسە فاسیدەی کرد، رب العالمینیش لعنەتی لێ کرد، دەری کرد لە ڕەحمەتی خۆی، داوای مودەیەکی کرد یاخود داوای لە رب العالمین کردکەوە با بڵێن ئەو مۆڵەتەی پێ بدە، ئەویش مۆڵەتی پێدا. رب العالمین طبعا داوای کرد هەتا ڕۆژی زیندی بوونەوە نەمری، رب العالمین فەرمووی چاوەڕ با بڵێن مودەت پێ دەدرێت، بەڵام هەتا یوم الوەقت المعلوم وەکو باسمان کرد کەوا ئەو کاتەیە کە وەقتی نەفخەی یەکەمە، واتە ئەویش لەگە نەفخەی یەکەم دەمری وەکو باقی مەخلوقاتی دیکە. ئینجا سوێندی خوارد کەوا هەموو بەنی ئادەم، هەموو نەوەی ئادەم هەڵدەخەڵەتێنی، تەنها ئەوانە نەبیکەوە الله تعالى ئیخلاسیانی پێبەخشیە. رب العالمینش دەفەرمی إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. بێگومان بەندەکان ئەوانەی بەندایەتی لۆ من دەکەن هیچ دەسەڵاتێکت بەسەر ئەوان دانیە، بەڵام دەسەڵات و تەنها لەسەر ئەو کەسانەیەکەوە بەخۆیان شوێکەوتەی تونە، ئەوانەی کەوا گومڕانە. لە مەجموعی فتاوى شيخ الإسلام دەڵێ الشيطان ينزل على كل إنسان ويوحي إليه بحسب موافقته له. کەواتە شەیطان دادەبەزی لە بۆ سەر هەموو ئینسانێک و واتە دێتە لای و هەروەها وەحی و وەسوەسەی لە بۆ دەینی حەسەب ئەو ئینسانت چەندە موافقە لە بۆ وەسوەسەی شەیطان، ويطرد بحسب إخلاصه وطاعته له. بەڵام لەقەدەر ئەوەی کەوا ئەو بەندەیە چەندە ئیخلاسی لە بۆ خۆی گەورە هەیە و تاعەتی رب العالمین دەکا، ئەو شەیطانە دەردەکرێ لەو کاتێک کە دەیەوێ وەسوەسەی بخاتە دڵی ئەو ئیماندارە. ئیتر رب العالمین دەفەرمێ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وعباده هم الذين عبدوه بما أمرت به رسله من أداء الواجبات والمستحبات. کەواتە کاتێکەوە خی گەورە دەفەرمی ئین عیبادی لەیسە لەک عەلەیهم سوڵتان، عیبادەکانی خی گەورە چێنە؟ ئەوانەی کەوە بەو شێوەیە عیبادەت خی گەورەیان کردێ، وەکو لە ڕێگای پێغەمبەرانەوە هاتی عەلەیهی سەڵات وەسەلام کە خی گەورە بە شێوەیەک چی واجب کردێ و چی مستحب کردێ، ئەوان ئەنجامی دەن لەقەدەر تاعەتیان لە بۆ خی گەورە و ئیخلاسیان دوور ئەو شەیطانانە لەو بەندانە دوور دەخرێنەوە. لە مەجموعی ڕەسایل ئیبن ڕەجەب دەڵێ من لم يحقق عبودية الرحمن وطاعته، هەر کەسێک بەندایەتی لە بۆ الرحمن و جۆڕایەلی لە بۆ الرحمن تحقیق نەکا و دای نەمەزرێنی، فإنه يعبد الشيطان بطاعته له. لە مقابلدا ئەوە عیبادەتی لە بۆ شەیطان دەکا، کاتێکەوە جۆڕایەلی لە بۆ شەیطانە و
ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن. هیچ کەسێک ناتوانین نەجاتی بی لە دەست عیبادەتکردن و پەرستنی لە بۆ شەیطان مەگەر کەسێک کەوا بە ئیخلاسەوە عیبادەت لە بۆ الرحمن بکە. وهم الذين قال فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أو آية باز دەکە. قرطبي دەڵێ لعل قائلا يقول قد أخبر الله عن صفة آدم وحواء عليهما السلام بقوله فأزلهم الشيطان. كاتك رب العالمين باسي لصفة آدم وحواء كر عليهما الصلاة والسلام كاتك فرموي فأزلهما الشيطان واتشيطان بي هالخليس كاندن وعن جملة من أصحاب نبيه وهروها خواهي قول بازلا كوماليك لأصحاب دكا أخوان لرازي بأصحاب پیغمبر صلى الله عليه وسلم كاتكوا دفرم إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا لسورة آل عمران كاتكوا باز دكا أو أصحاب ياوراني كوال غزوي أحد شيطان تواني زلان بيبا بسبب هندق لقناها كانيان فكيف الجمع؟ إيدي لي رخواي يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان مع العلم آدم وحواء فأزلهم الشيطان خواي يقول دفرمي زلي بيبردن أصحاب هندق لوانا زلي بيبردن أدي أوانش عباد نين. والجواب أنه ليس له السلطان على قلوبهم ولا موضع إيمانهم. بەڵێ بەنسبەت عیبادەکانی خوای گەورە سوبحانە وتەعالا بابڵێن شەیطان ئەو دەسەڵاتەی نییە بەسەر دڵەکانیان ئەو جێگایکەوە ئیمانی تێدایە ولا يلقيهم في ذنب يؤول إلى عدم القبول وناشتواني أواني كوا فعلا عبادي خوای گەورەن تووشی گوناه و تاوانانێکیان بکە کەوا لە نەتیجە داوای لێبێ هەر لە لای خوای گەورە مەقبول نەمینێن یاخود کردوان هیچ لێ قبول نەکرێواتە ناتوانێت تووش کفریان بکە. بل تزيله التوبة وتمحوه الأوبة کەواتە بەڵێ پێیان هەڵدەخلیسچێنی بەڵام ناتوانین دەسەڵاتی بەسەر دڵیان و بەسەر جێگای ئیمانیان لە ئەو دڵی کەوا جێگای ئیمانیانە بەڵکو دەتوانی زەلەیان پێ بە و هەندێک گوناهیان پێ بکە ئەوانی زوو تەوبە دەکەن و دەگەڕێنەوە لای خوای گەورە سوبحانە وتەعالا بەو تەوبە و گەڕانەوەیان أو جناهيان لسر لا ذكوي. ثم إن قوله سبحانه ليس لك عليهم سلطان كاتك ودفر من عباد ليس لك عليهم سلطان يحتمل أن يكون خاصا به في من حفظه الله. إن عباد ليس لك عليهم سلطان دفر احتمالا باسي أو بندانبك كوا بتايبتي لا الله تعالى بارزلاون وكو پیغمبران عليهم الصلاة والسلام. ويحتمل أن يكون في أكثر الأوقات والأحوال يانوتا باسی ئەو کەسان دەکەوە لە زۆربەی کاتەکان هیچ دەسەڵاتیان بەسەر شەیطاندا نییە. لە دەفع ئیهام الاضطراب شەنقیطی کاتێکەوە دەفەرمی ئەو ئاەتەی خوای گەورە إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وهروها دەفەرمی ئەو ئاەتەی سوورەتی النحل ئاەتی ژمارە ساد كرب العالمين إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. لو عندك دفن السلطان ده صلاة الشيطان بسر أواني كوا بخوان تولى الشيطان ده كان ولا لبوي هي أواني كوا بسبب الشيطان وتوشي شرك بوينا ده صلاة الشيطان بسر أوانه. قال التصريح بأن الشيطان له سلطان على أوليائه كوات لو آتي سورة النحل دفن إنما سلطانه كواتا شيطان سلطاني هي لسر أولياء دوستكاني خوي. وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على نفي سلطانه عليهم. بلام لهندق لآيات كان خوي دفن أصلا الشيطان سلطاني نية لسر كاس وكل أو آتاني سورة السبأ سورة السبأ آتي بستو ياك دفن ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. لو عندك دفرمي إن عبادي لو عندك دفرمي وما كان له عليهم من سلطان هيز سلطان شي بسريان دانيا. وقوله تعالى حاكيا عنه مقررا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق
ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. لسورة إبراهيم عند فرمي خواهي قورد فرمي إبليس لروج قيامته بشوين كوتوين دلي وما كان لي عليكم من سلطان. كواتا لهند آياتان نفي سلطان دا صلاة الشيطان ذكا لهند آياتيش دي سلمين إنما سلطانه كو تيبغين أو بابتي لا والله امداد له هو أن السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان الذي نفاه. طلع أو سلطان دا صلاتك أخوائي ولو آتى إثباتي كردية إنما سلطانه لسورة النحل لقال أو سلطاني كوان نفي كردية وكل سن آتك آما جام بيدا ضل جياواز أو دو سلطانه يكم أن السلطان المثبت له هو سلطان إضلاله لهم بتزيينه. كواتا أو سلطاني كوا خواهي إثباتي كردية لبو إبليس لبو شيطان دل بريتي لدى صلاة إضلاله لهم بتزيينه قمرا كردني لبو أو كسانة بو كوا لويان درازين توا. والسلطان المنفي هو سلطان الحجة كواتا أو سلطاني كهيتي بو كوا رازان نوي باطل ناحاق أو دا صلاة بسريان دادا الشيء بلام أو سلطاني كنفي كردي لي أو كوا حجزي بدستوانية بهيز بلقيق نية كوا قناعتين في بمجرد لويان درازين توا. فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان. كواتا هيز دا صلاتش بسريان داني هيز دا صلاتك بو معنى هيز حجزو بلقيش بدستوانية كوا بهويوا بسريان مسلط بمجرد بانجي عندك بابي هيز بلقيك أوانيش والله مدنو. وإطلاق السلطان على البرهان كثير في القرآن كواتا لزور زيان لقرآن بيروس سلطان لبو حجزو بلقات كواتا أوي كوانا فكرة هيز سلطانش بيني باعتباري بلقو دليل قناعتيان بيبيني أديو إثبات كرني أوي كوا رازان دنوي باطلة بهو أو رازان نوي دا صلاة بسريان دادش لا ليك دانويش كذا إن الله لم يجعل له عليهم سلطان ابتداء البتة. الله تعالى بيقمان لسرتا دا هيز دا صلاة شي بالشيطان نبخشي لسر بندكاني ولكنهم هم الذين سلطوه على أنفسهم بطاعته. بلام أوانا كوا شيطان لسر خيام مسلط دكان بتسي بهو جورالي دكان ودخولهم في حزبه بخويان دسنا ناو تاقمكي إبليس فلم يتسلط عليهم بقوة إتر خو سپاندني شيطان بقوته دهز دا صلاة إغنية لبرو إخوة يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا كيد بيلان الشيطان ضعيف لا وازا وإنما تسلط عليهم بإرادتهم واختيارهم كواتد صلاة شيطان بسر شوين كوتواني بوي كوان بإرادة واختيار خوان تسليم كردية بإرادة تسليم بإرادة اختيار خوان تسليم شيطان كردية كوتا فعلا شيطان هيز حجزو بلقيش بيني وكود الصلاة بكاتا يعني أود الصلاة بيني كوا حجزو بلقي بيز بين كوا قناعت با خلشي بيني كوا طاعت بكن بلام باطل لو درازين توا وهروها بخوان أو إنسانانا زلوي خوان تسليمي دست الشيطان كردية إتر بوشيوي لسريع مسلط بو. بل إن زاد فرمي إلا من اتبعك من الغابين بلام أواني كوا شوان كوتي تونا لقمرايا كان دا صلاة بسر أوان دا إتر أوانيش وإن جهنم لموعدهم أجمعين إتر وإن جهنم لموعد إبليس وكل من اتبعه من الإنس والجن أجمعين إتر جهنم موعديانا تاوروان ياندكا تاوروان إبليسو وهلوا همو أوانيش وانكوتي إبليس لإنس لجن فيصيرون إليها في الآخرة لآخرة دا برو جهنم درون همويان لها 7 أبواب أو جهنماش كموعدي التقاي إبليس شوان كوتواني لإنس لجن حف درقاي هي أي لجهنم 7 أبواب يدخل أهل النار منها حف درقاي هي كوا أهل جهنم لجهنم لبس نجوري وكبيضاوي دري لها 7 أبواب يدخلون منها لكثرتهم لو حف درقاي زورا ليك درقاي زيان نابتو
أو طبقات ينزلونها بحسب مراتب في المتابعة. يان هر دەرگایەک بەرەو دەرەکەچیان دەبا بەرەو جێگایەکیان دەبا ئیتر حەسەب دەرەجەیان یا حەسەب دەرەکەیان لەناو جەهەنەم ئیتر هەر دەرگایەک بەرەو شوێنێکیان دەبا. لكل باب منهم جزء مقسوم أي لكل باب من أتباع إبليس نصيب معلوم. إتر هر درجايك مابلين بشي مجموعاتي معلوم ودياري كرا ولا أتباع كان إبليس هر درجايك خالق سبحانه وتعالى داينا لبو مجموعاتي دياري كرا كشفن كوت إبليسا لمن دردس نجوره يدخلون منه إلى النار. طبعا لو درجانا وبرو أقدسا كل يدخل من باب بحسب عمله. هر يقلوانا أهل جهنم لقدر كردوكاني بابلن درجاش لبود أندرايا واستقر في درك بقدر فعله. إتر لو درجاش كذا سجول لقدر كردوكاني أو درجال لبود أندرايا إتر برو أو شويني دبا لقدر كارو كردوكاني خوا پنامان دا. إتر أوانا مصير تارنوسي أو أتانا باس لمصير تارنوسي إبليسو شوين كوتواني إبليس دكا لمقابليش خواهي قول باز لمتقيا كان دكا كابا بشتواني خواهي قول لواني داهاتو دينو خزمة وآتانا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.